هتشموا من نفسكم ريحه حلوه، هتحسوا انتوا مبسوطين بنفسكم، فرحانين بنفسكم من الريحه اللي طالعه منكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. جايه لكم فيديو النهارده، فيديو ريحته حلوه زي ما بيقولوا. ليه؟ لاننا هنتكلم عن حاجات بتهم كل واحده فينا. في الاول خالص خلينا متفقين ان كل بنت او كل ست بتحب تبقى نظيفه، بتحب تبقى ريحتها حلوه طول الوقت، مش بس واحنا خارجين او حتى واحنا رايحين مناسبه. لا، احنا بنحب نبقى ريحتنا حلوه حتى في يومنا العادي، في الجامعه، في الشغل، راحة مشوار صد رد على طول، حتى في البيت واحنا قاعدين وسط اهالينا. وكمان عايزه اقول لكم ان الريحه الحلوه مش بس بتدي احساس بالنظافه، لا دي كمان بتديكي ثقه بالنفس. ده غير كمان انها بتخلي الناس تاخد عنك انطباع كويس، يعني انت تبقي واقفه وسط ناس ولا معديه من وسط ناس، لا انت عندك ثقه بنفسك ان انت ريحتك محدش، يعني مش هتعدي والناس تتكلم عليكي، تاخد عنك انطباع ان انت نظيفه، ريحتك حلوه على طول. في اي وقت انت ريحتك حلوه على طول. اوقات بتخلي الناس اللي حوالينا او الناس اللي جنبنا يسالونا ايه انت بتعملي ايه عشان ريحتك تبقى حلوه على طول كده. فمجرد ما الناس اصلا تسالك السؤال ده، السؤال ده في حد ذاته بيديكي ثقه بنفسك. بس الحقيقه بقى ان الريحه الحلوه مش بتقتصر على انها برفيوم وخلاص. حتى لو انت جايبه برفيوم بمليون جنيه وانت مش نضيفه من جوه، البرفيوم ده يعني هيترمي في الزباله، مش هيعمل اي حاجه. تعالى اقولك بقى على شويه حاجات بسيطه جدا واسرار صغيره قوي قوي لو عملتيها هتفرق معاكي جدا وهتخلي ريحتك حلوه طول اليوم، مهما كان الجو حر بقى، مهما كان يومك طويل في الشغل، مهما كان لو انت شغاله طول اليوم، الريحه الحلوه دي هتفضل ثابته فيكي. وتعالى اقولك حاجه كمان، الريحه الحلوه مش بس عشان الناس اللي حواليكي، لا ده كمان عشانك انتي، عشان تحس انك نظيفه ومرتاحه وخفيفه كده من جواكي. في الفيديو ده هقولك على اسرار محدش بيقولها، حاجات سهله ومش مكلفه خالص خالص خالص، وهتخليكي دايما من البنات اللي ريحتهم حلوه طول الوقت. ويلا بينا نبدا الفيديو مع بعض. اول حاجه ودي بجد اساس كل الحاجات، ان الريحه الحلوه بتبدا من جوه جسمنا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني قبل ما نفكر في برفيوم غالي او مزيل عرق بالرقم الفلاني، لازم ناخد بالنا احنا بناكل ايه وبنشرب ايه. عارفين ليه؟ عشان في اكلات هي اللي بتعمل ريحه العرق اللي مش بتروح بسهوله، هي اللي بتعمل ريحه العرق النفاذه قوي دي. زي ايه؟ زي البصل، زي الثوم، زي اللي هي التوابل التقيله. في حاجات كده بتدخل في اكلنا احنا مش بناخد بالنا منها، هي دي اللي بتعمل ريحه العرق النفاذه قوي قوي قوي. طيب ايه الحل؟ المفروض نعمل ايه؟ هقولك انا في شويه حاجات بسيطه جدا موجوده في بيوتنا كلنا تقدري تشربيها كل يوم الصبح. زي ايه؟ زي اليانسون، زي النعناع، زي الزنجبيل. زي مثلا يعني انا مش بقدر اشرب ينسون نعناع زنجبيل، يعني مش بقدر اشربهم كل يوم، مش بحبهم قوي. فانا بعمل ايه؟ بجيب كل يوم الصبح كوبايه ميه واعصر عليها ليمونه ويعني نص معلقه سكر واقلبها واشربها على الريق كل يوم الصبح. انتوا لو انتظمتوا على الحوار ده هتلاقوا فرق كبير جدا 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 في ريحه العرق اللي بتطلع منكم. انا مش هقول لكم ان مفيش عرق بيطلع، لا هو في عرق بيطلع، بس ريحته مش نفاذه، اللي هو مش قويه، مجرد ما باخد شاور خلاص بيروح. لكن في ناس العرق عندها بتبقى نفاذه شويه، تقعد تاخد في شاور تلاقي برضو ان لسه المكان ريحته مش حلوه. فانتوا لو انتظمتوا على الكلام ده بجد 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 مش هيبقى عندكم ريحه عرق خالص. من الاخر انت اللي بتتحكمي في ريحتك من جوه، ساعتها بقى المزيل العرق او البرفيوم اللي انت هتجيبيه هيكمل معاكي الشغل، هتلاقي نفسك ريحتك حلوه طول الوقت من غير ما تعملي مجهود كبير. تاني نقطه مهمه جدا 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 وهي ازاله الشعر من الاماكن الحساسه. انا في النقطه دي هتكلم عن كل حاجه، لان في بنات صغيره بتبقى مش عارفه التغييرات اللي بتحصل في جسمها، فانا هتكلم يعني هشرح كل حاجه عشان لو في اي بنت صغيره بتتفرج على الفيديو تفهم الريحه مثلا دي ممكن تكون سببها ايه، ممكن نعالجها ازاي، وهكذا. انا عارفه ان معظم البنات بتكسل او بتاجل الموضوع ده اللي هو موضوع ازاله الشعر من الاماكن الحساسه، لانه ممكن يكون مرهق او مؤلم شويه لبعض البنات.
بس خلينا متفقين ان وجود الشعر في الاماكن دي بيعمل ريحة مش لطيفة خالص مهما كنتي مهتمة بنظافتك. حتى لو هتقولي لي يا اسراء ده انا بستحمى كل يوم، في شعر في الاماكن دي سواء في الاندر ارم او في البيكيني فيه ريحة وحشة. ليه بقى؟ هقولك، لان الشعر في المناطق دي بيكون بيئة سهلة جدا جدا عشان البكتيريا تتجمع عليه، والبكتيريا دي بقى هي اللي بتعمل الريحة الوحشة. ده غير كمان ان انتي لو ما شلتيش الشعر، هنقول مثلا ان انتي مش قادرة تشيلي الشعر وتقدري باي حل من الاحوال ان انتي تتغلبي على الريحة. عايزة اقولك كمان ان وجود الشعر في المنطقة دي مش بس بيعمل ريحة وحشة، لا ده ممكن يعمل لك التهابات، ممكن يعمل لك حكه بسبب الشعر اللي موجود. فما تيجي تلبسي البانتي بتاعك مع الحركه هتلاقي ان في حكه جامده قوي قوي قوي. ده غير كمان ان هو ممكن يعمل حشرات في المنطقه دي. يمكن حد ما قالكوش المعلومه دي قبل كده، بس اديني انا بقولها لكم. فانت هتتضري من 3 حاجات: المنطقه مش هتبقى نظيفه، هتطلع ريحه وحشه عليكي. ده غير ان هي كمان ايه، يعني مش هتطلع ريحه وحشه في الاندر ارم والبيكيني، لا احنا في صيف الريحه هتطلع على جسمك كله، انت متخيله؟ تاني حاجه ان هي ممكن تعمل لك التهابات في المنطقه بسبب الحكه، كل ما تهرشي جامد هتعملي التهابات في المنطقه دي. تالت حاجه ان هي ممكن المنطقه دي تعمل حشرات، لو في شعر كتير يعني قوي 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 هتعمل حشرات. عشان كده ضروري جدا ان انت تهتمي بالمنطقة دي، تهتمي بإزالة الشعر في المنطقة دي. لازم المنطقة دي تبقى نظيفة باستمرار، ومش عشان الشكل بس، لا عشان كمان الريحة. هقول لكم كمان نقطة ممكن تكون مهمة لبعض الناس. لو في بنات مثلا بتستخدم وسيلة شعر بتوجع شوية، انت ممكن تعملي الموضوع ده بتاع إزالة الشعر بعد ميعاد البريود بتاعك، يعني البريود جت تخلص قبل ما تستحمي وتطهري منها، اعملي الموضوع ده، نضفي المنطقه دي. ليه؟ لان الشعرايه بتكون ضعيفه جدا جدا جدا، يعني بتتشال بسهوله جدا. انا هنا بستخدم مكنه سلك ابيل، كنت عامله لكم فيديو عنها بالتفصيل، هسيب لكم رابط الفيديو في الديسكريبشن تحت الفيديو. انا مش قادره اقول لكم بجد هي مسعفه قد ايه، سهله قد ايه، بتنجزك في دقيقه واحده، في دقيقه واحده بس بتكوني يعني خلصتي كل حاجه. فمهم جدا جدا المكنه دي تكون عند كل بنت. المهم هنا ان انت تستخدمي اي وسيله مريحه بالنسبه لك عشان المنطقه دي تبقى نظيفه. كمان مهم جدا ان احنا نغير البنتي بتاعنا باستمرار، حتى لو انت شايفه البنتي نظيف، لا مهم جدا ان انت تغيريه كل يوم. وما ينفعش ابدا ان احنا نلبس نفس البنتي او نفس البرو بتاعنا اكتر من مره، لازم يتغيروا كل يوم عشان المنطقه دي تفضل نظيفه ومفيش اي ريحه عرق تطلع منها. نقطه كمان معظم الناس بتتكسف تتكلم عنها، وهي الالتهابات. طبعا احنا كبنات بيجي علينا اوقات بيكون فيه التهابات او افرازات زياده، فانت لو عندك اي التهابات في المنطقه، في منطقه البكيني، او افرازات زياده، افرازات كتير كتير كتير، ده بيكون سبب كبير قوي قوي في انه يعمل ريحه وحشه. وده مش بيقتصر على ان احنا نغير البنتي ونتشطف ونستحمى، لا مش بيقتصر على كده. انت لو عندك التهابات وافرازات زياده، او مثلا عندك افرازات لونها غريب، ريحتها وحشه، لازم تروحي للدكتور عشان يعالج الموضوع ده. لانه طول ما في التهابات موجوده او في افرازات زياده، الريحة هتفضل موجودة. مهما نظفنا نفسنا، مهما استحمينا، مهما غيرنا البنتي، الريحة مش هتروح، ومش هينفع معاها ولا اي غسول ولا اي عطور في المنطقة. مهم جدا بعد خطوة ازالة الشعر ان احنا نستخدم غسول مخصص للمنطقة الحساسة. الغسول ده بيحافظ على ريحتنا تفضل حلوة، وبينظف المنطقة من غير ما تعمل اي التهابات او حكة او هرش او اي حاجة. انا بالنسبه لي جربت كذا غسول بالنسبه للمنطقه الحساسه، فانا برشح لكم من واقع تجربتي غسول ليلي او غسول جولد. الاتنين خفاف جدا على البشره، خفاف جدا جدا جدا، ريحتهم حلوه، بحس ان ريحتهم بتثبت اكتر من باقي الغسولات التانية. اسعارهم معقوله بالنسبه للباقيين، وبالنسبه لاي غسول منهم فبيبقى مكتوب غسول مخصص للنساء عشان الصيدلي ما يتلخبطش ويجيب لك اي حاجه. فقري اللي على الازازه الاول قبل ما تستخدميه. من الاخر، نظافه المنطقه الحساسه دي مهمه جدا 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 ليكي قبل اي حد. ده غير ان هو هيديكي ثقه في نفسك طول اليوم.
يلا بينا ندخل على التركايه الجايه بقى. الديودرنت ده يا بنات هو مزيل العرق، للبنات اللي مش فاهمه يعني ايه كلمه ديودرنت. ناس كتير فاكره ان الديودرنت للخروجات بس، هي بتحط الديودرنت للخروجات بس، او لو مثلا هي هتنزل تقابل ناس، او رايحه مثلا الجامعه. لا خالص، الديودرنت مهم جدا 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 ان انت تحطيه وانت قاعده في البيت، وانت قاعده كده وباباكي ومامتك واخواتك قاعدين جنبك يشموا منك ريحه حلوه. انت عشان تشمي من نفسك ريحه حلوه. انا هنا بستخدم ديودرنت ستارفل اهو، هو شكله اهو. هو ستارفل ده بريحه الفانيليا تقريبا، سويت فانيليا، هو ده شكله. عايزه اقول لكم يا بنات خطير 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 خطير. طول ما انت حاطاه انسي ريحه العرق. لو انت هتقعدي بره طول اليوم حطيه قبل ما تنزلي، وانسي بقى ريحه العرق لحد ما ترجعي. سعره مش غالي اوفر، انا كنت جايباه بقالي فتره كبيره، كان ب100 تقريبا، معرفش دلوقتي ممكن يكون بكام، وبيقعد معاكي شهر. يعني انا جايباه من بقالي شهر ونص، بجد بيقعد فتره كبيره جدا. وعايزه اقول لكم ان انا بحط يعني اكتر من مره في اليوم. بالنسبه بقى لو انت عايزه حاجه ارخص من ال100 او يكون تحت ال100، هحط لكم صوره ديودرنت هنا. ديودرنت اللي هو ايفا. عايزه اقول لكم هي بودره ايفا دي تحفه. هي بتبقى مصنوعه من الشبه، وانتوا عارفين طبعا الشبه بالنسبه للعرق هي بتودي ريحه العرق خالص. فهي تحفه، معموله من الشبه، بس طبعا حاطين بقى عليها شويه حاجات عشان ريحتها ما تبقاش فازه قوي. انتي بتستخدميها ازاي؟ بتحطي على ايدك شويه ميه، وعلى الاندر ارم حبه ميه، يعني تبقى بس بله المنطقه عشان البودره تلزق في المكان او تمسك يعني في الاندر ارم. وزي ما قلت لكم ان بودره ايفا بتبقى معموله من حاجات طبيعيه جدا جدا، يعني مش هتعملك حساسيه، مش هتعملك التهابات. لو انت جسمك بيتحسس فبودره ايفا مناسبه جدا للبنات اللي عندها حساسيه. وسعرها تحت ال50، يعني حوالي 40 44 45. المهم هنا ان انت تحطي ديودرنت على منطقه نظيفه، على جلد نظيف، ما يبقاش فيه شعر، ما يبقاش المنطقه مش نظيفه وتحطي ديودرنت. يعني عرق على ديودرنت هيعمل ريحه صعبه جدا. يا اما تكوني واخده شاور وتحطي ديودرنت، يا اما لو انت مش قادره تاخدي شاور تغسلي منطقه الاندر ارم كويس وتنشفيها، وبعد كده تحطي الديودرنت عشان تشوفي مفعول احسن ليها، وعشان كمان تقعد معاكي فتره طويله من غير ريحه عرق. الديودرنت خطوه اساسيه ومهمه جدا جدا، خصوصا في الجو اللي احنا فيه ده. الخطوه الجايه بقى، وانا دي معتمداها من زمان قوي وشايفه ليها نتيجه كويسه، بعد ما اخد الشاور بتاعي اغسل بالصابونه او الشاور جيل اي حاجه، يعني بنضف الجسم كويس. المناطق الحساسه عندي ما فيهاش شعر وكله نضيف. مهم جدا تنشفي جسمك كويس وتلبسي الهدوم الداخليه بتاعتك سواء البرو او البانتي. ويجي هنا بقى دور البادي سبلاش. عايزه اقول لكم ان الخطوه دي ناس كتير قوي 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 بتستهون بيها، مع انها دي بتبقى يعني خطوه مهمه جدا واساسيه عشان ريحتك تبقى نظيفه طول اليوم. بعد ما تلبسي البرو والبانتي بتاعك تعملي ايه؟ تجيبي البادي سبلاش بتاعك وتنيكي رشه على البرو، تنيكي رشه على البانتي وعلى جسمك كله كده. انت لما هتيجي تاخدي شاور تاني وتيجي تقلعي البرو والبانتي بتاعك هتلاقي لسه ريحه البادي سبلاش لازقه فيهم. هتحسي ان انت مش محتاجه ان انت تستحمي. حلاوته في ايه بقى؟ حلاوته ان هو البادي سبلاش متوفر في كل المحلات، متوفر في كل الصيدليات باسعار متفاوته بقى، يعني في الرخيص، في الغالي، في النص نص. فمهم جدا جدا ان انت يبقى عندك بادي سبلاش. بيبقى فيه كمان علب بقى من دول بس صغيره خالص بقى، صغيره خالص كده، اللي هي بتبقى على قد الشنطه، بتبقى بقى اسعارها يعني رمزيه جدا. عايزه اقول لكم يا جماعه انتوا لو عملتوا التركايه دي بجد هتفرق معاكم جدا، هتدعوا لي حرفيا لو عملتوا التركايه دي، ان انتوا ترشوا على البرو والبانسي واماكن النبض اللي هي الرقبه والمعصم. هتشموا من نفسكم ريحه حلوه، هتحسوا انتوا مبسوطين بنفسكم، فرحانين بنفسكم من الريحه اللي طالعه منكم. من الحاجات برضو اللي ممكن تعمل ريحه وحشه جدا جدا، حتى لو الجسم كله نضيف بس في مناطق كده بتتنسي، حرفيا بتتنسي، ما تفتكرهاش خالص وانت مثلا بتاخدي شاور، ولو اتنست تعمل ريحه وحشه. زي ايه بقى؟ زي منطقه ورا الودان. يعني انت لو جيتي تمسحي دلوقتي ورا ودانك هتلاقي فيه ريحه عرق. ليه؟ لان منطقه ورا الودان دي اكتر منطقه ممكن تجمع عرق. زي منطقه السره،
سرة البطن، يعني كل الناس تقريبا بتنساها. فدي برضو ممكن تعمل ريحة وحشة جدا جدا، ممكن تبوظ لك كل اللي انت عملتيه بقى. وكمان نخلي بالنا من منطقة الرقبة، يعني احيانا تلاقي هنا في الرقبة كده تلاقيها مثلا مش نظيفة، في الاكواع هنا كده، الركبه من ورا تلاقي برضو المنطقه دي مش نظيفه، اماكن كده صغيره بس بننسى ان احنا نهتم بيها. طيب نعمل ايه؟ نهتم بيها ازاي؟ اسهل حاجه بعد ما تاخدي الشاور بتاعك وتنشفتي وظبطتي كل دنيتك تعملي ايه؟ تجيبي وايبس ب5 جنيه، او لو عندك الوايبس بتاع البيبيهات ده تبداي بقى تمسحي منطقه ورا الودان، تمسحي الحتتين دول، تمسحي رقبتك من تحت، تمسحي السره كويس جدا. هتساعدك ان انت كل منطقه في جسمك تبقى ريحتها حلوه، كل منطقه في جسمك تطلع ريحه حلوه. طيب افرضي انا ما عنديش وايبس، هعمل ايه؟ هقولك على تركايه خطيره. مسك الطهاره ده اهو، الازازه دي بتتباع عند اي عطار، عند اي بوتيك، هتلاقيها رخيصه جدا جدا. هتجيبي منديل ناشف كده اهو، نفتح الازازه، تحطي على المنديل الناشف كده من المسك اللي عندك ده اهو، وابدا امسح بيه المناطق دي. ابدا امسح منطقه ورا الودان، منطقه السره، منطقه الرقبه، منطقه الحتت دي. خطوه بسيطه جدا جدا بس هتفرق ان انتي تبقى ريحتك حلوه طول الوقت. فانتي جربي التركايه دي اللي هي بتاعت مسك الطهاره، وبجد بجد هتدعيلي، الريحه بتاعتها بتثبت اكتر من الوايبس. اخر نقطه بقى هتكلم عنها وهي نوع القماش اللي احنا بنلبسه في البنتيهات. مهما كنتي نظيفه، مهما كنتي بتستحمي كل يوم، مهما عملتي كل الكلام اللي انا قلت عليه في اول الفيديو، لو لابسه نوع قماش غلط الريحه هتبقى بشعه بشعه. البنتيهات اللي هي مصنوعه من البوليستر او مصنوعه من الدانتيل او ستان، البنتيهات دي شكلها حلو فعلا، شكلها حلو وانا متفقه معاكم جدا، بس مش مريحه خالص. فهي مش بتمص العرق، فتعمل ايه؟ يبدا ريحه العرق تطلع. مش زي البنتيهات القطن، تلبسي بنتي قطن مش لازم يكون مكلف خالص، هاتي حاجه على قدك. البنتيهات دي هتساعدك ان مفيش ريحه عرق تطلع من المنطقه دي، لان البنتيهات اللي هي مصنوعه من بوليستر، مصنوعه من ستان، دانتيل، الحاجات دي تكتم المنطقه. ده غير ان هي هتعمل ريحه وحشه، لا دي كمان هتصمم لك المنطقه. فحاولي على قد ما تقدري ان انت تبعدي خالص عن البنتيهات دي، وخلي اختياراتك كلها بالذات في البنتي يبقى قطن. في الاخر يا بنات، احنا اسمنا بنات، لازم يكون ريحتنا حلوه طول الوقت، لازم اللي يقعد جنبنا يشم مننا ريحه حلوه. ما نستناش ابدا ان حد يعلق علينا، ولا حد يعلق على ريحتنا، ولا على شكلنا، ولا على ضوافرنا، ولا على اسناننا. ما نستناش اي حد يعلق علينا ولو بحاجه بسيطه قد كده. احنا مرايه نفسنا، لازم نبقى واخدين بالنا من نفسنا اول باول، لاننا احنا بنعمل الحاجات دي لنفسنا قبل اي حد. بكده نكون خلصنا خلاص الفيديو بتاعنا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب فعلا تكون استفدتوا من الفيديو بتاعي. هستناكم في فيديو جديد. يلا باي باي.